شايفين التكه؟ اسمعوا، مش قادره افتحها. سامعين التكه؟ وده نص البرطمان، اقسم بالله شويه صلصه. وهنا طبعا معايا بنجرايه، وده طبعا هيبقى الاساس بتاعي في قلب الوصفه بتاعتنا. البنجر دوت انا بجيبه في الموسم بتاعه، بقشره وبحطه في الفريزر لاني بستعمله في كل حاجه، وبيبقى مفيد جدا جدا ومغذي. ومعايا كمان 1.5 كيلو من الطماطم. هنا هو كان في ليمونه وسط الطماطم بس احنا خلاص شلناها. بس حد يقول لي الليمونه كانت من ضمن الوصفه، لا الليمونه ديت وانا بغسل كده الطماطم اكيد جت فيها بالغلط. هنا هوت معايا 1.5 كيلو من الطماطم، او على حسب اللي انت هتحطيه فيه قد ايه. ونزلنا عليه حوالي ب2 معلقه من البابريكا، بس لازم البابريكا بتاعتنا تكون مدخنه، ورفعناها على النار. هنا هوت ابتدت الطماطم بتاعتها تدبل شويه زي ما انتم ما شايفين كده هوت. هنبتدي ان احنا نغطيها لغايه لما تتسلق معانا خالص. طبعا كده كده معروف ان الطماطم الايام ديت صفرة لا اما خضرة، فانت حاولي انك انت على قد ما تقدري تنقيها حمراء، حتى لو كانت مستويه زي ما انا جايباها كده هوت، بس مش مشكله، اهم حاجه تكون حمراء. هنا هوت خلاص احنا اتسلقت زي ما انتم ما شايفين كده هوت، اتهرت خالص وما بقاش فيها اي ميه خالص. هبتدي بقى ان انا انزل في المفرمه علشان خاطر انا عايزه افرمها كويس جدا. لو انت حابه تعمليها في الخلاط عادي مفيش اي مشكله، بس انا بحب المفرمه عشان المفرمه بتفرم لي حتى القش، بتنزل لي كل العصاره اللي في الطماطم. هنبتدي بقى ننزل كل حاجه اللي في الحله بتاعتنا. طبعا شايفين اللون عامل ازاي بعد ما اتفرمت، وتقيله جدا جدا وجميله قوي، يعني بجد حاجه كده وصف يعني خيال حلو في قلب المفرمه. هننزلها بالطريقه دي كده وهنبتدي ان احنا نصفيها باي مصفى سلك عندك مصفى اللي هي المصافي بتاعت المكرونه بس سنينها ضيقه شويه، اعملي بيها مفيش مشكله، هتسهل عليكي، لاني انا تعبت جدا عبال ما صفيتها من مصفى السلك ديت علشان خاطر زي ما انتم شايفين ان هي نازله تقيله وما كانتش عايزه تنزل معايا بسهوله من المصفى. ده دليل ان الصلصه بتاعتنا طلعت ناجحه جدا، يعني ما هياش نازله صيصه كده خالص زيها زي الطماطم اكنك ضربه طماطم في الخلاط. لا هي نازله معانا تقيله جدا، وعلى فكره لما بتقعد في الثلاجه وتبرد بتتقل جدا جدا، يعني بتبقى تقيله كده اكنك جايباها فعلا من المحل، يعني اكنها صلصه مصانع. اللون بتاعها حلو جدا. وما تنسوش يا بنات انا نسيت اقول لكم طبعا في الوصفه بتاعتي ان انا بحط ملح ليمون، ده اساسي في الوصفه عندي، وكمان بحط معلقه من السكر. ملح الليمون والسكر الاتنين ماده حافظه، السكر بيقتل الحموضه بتاعه الطماطم، والملح الليمون كده كده ماده حافظه. هنا هو طبعا انا عماله ان انا انزل فيها بقلب الاسباتشولا، مش عايزه تنزل لانها تقيله، بتنزل معايا بالعافيه زي ما انتم شايفين كده اهو. فانا مش عايزه ان انا استعمل هرجع اكرر لكم تاني، ده كده هو دليل ان الوصفه بتاعتي ناجحه. الوصفه بتاعتي كده هو يعني ما شاء الله عليها 100%، الصلصه بتاعتي هتطلع حلوه. طبعا انا اضطريت ان انا اعمل بايدي علشان خاطر الاسباتشولا ما كانتش مساعداني خالص، بعمل وبعصر، يعني بعمل كده وبعصر الطماطم كده اهوت. هنبتدي بقى ان احنا نصفيها جدا وهنطلع الشوايب منها زي ما انتم شايفين كده اهوت. خلاص احنا كده خلاص عملناها الحمد لله ونزلت، وما تحطيش فيها اي ميه خالص، ولا انا احط شويه ميه عشان خاطر انزل الطماطم. اوعي تحطي فيها ميه، احنا عايزينها تبقى ناشفه كده وتقيله، يعني مفيش اي واحده كده تطلع فلوطه تقول لك ايه طب ما نحط شويه ميه عشان ننزلها، يبقى احنا كده ما عملناش حاجه. كده الشوايب بتاعتها شايفين ما نزلتش شوايب كتير. كده خلاص هي كده اتصفت معانا الحمد لله يا رب. زي ما انا قلت لكم ما نزلتش كده شوايب كتير. هنبتدي كده بقى خلاص ان احنا هنغسل طبعا ايدينا في الاول، وبعد كده هنبتدي ان احنا نعبيها في البرطمانات بتاعتنا. حاجه تحطيها في دماغك كويس قوي، قبل ما تحطي اي برطمان وتخزني فيه اي حاجه لازم تكوني معقماه كويس جدا. طب ازاي بنعقم البرطمان؟ بنغسله، بعد ما نغسله بنحطه في ميه سخنه وبنمسكه بقماشه تكون نظيفه، وبنبتدي ان احنا نقلبه على وشه بالطريقه دي عشان خاطر يتصفى، ونبتدي ان احنا نعبي فيه الحاجه. ايدينا ما تلمسوش من جوه خالص، هتمسكي البرطمان هتمسكيه من بره، حتى لما تيجي تعبي فيه اي حاجه ما ايديكي ما تلمسي البرطمان من جوه، عشان معنى ان انت لمستيه من جوه كده اهوت
التعقيم انا بتاعها بعمل رائع. البرطمانات دي عشان البرطمان هنعبي بقى بفتحه. البرطمانات بتاعتنا زي ما وبعد انتم كده ما بحط شايفين. فيه شوية لو زيت. في بقى اي بعد حاجه ما طبعا من بستعمل بره منه بحط هنشطفه شوية قبل زيت ما وخلاص. نحطه في مرحله ولما يخلص التعقيم باخد الاخيره. طب ازاي يعني انا كمان هنعقمه؟ ما بعملوش كده وخلاص، يعني انا التعقيم الاخير بعمل بالطماطم. هنجيب ميه على النار تغلي، على بال ما احنا نخلص الصلصه بتاعتنا هتكون الميه غليت. هنسيبها حوالي قد ايه؟ هنسيبها بالظبط حوالي 10 دقايق. الحركه ديت بتخلي الغطا يدخل لجوه. يعني ايه يدخل لجوه؟ لما شايفين نيجي بتبقبق. نفتحه نسمع التكه اللي احنا سمعناها في اول الفيديو، اللي هي علامه التك ديت بتاعه فتح البرطمانات اللي انت اكنك جايباها من المصنع بالظبط. هما المصانع بيعقموها بنفس الطريقه، بس طبعا جوده الطماطم ما بتبقاش بنفس الجوده اللي احنا جايبينها. يعني انت عارفه الطماطم انت جايباها ازاي، وعارفه منقيه الطماطم بتاعتك ازاي، وعارفه انت جايبه الحاجه بتاعتك عامله ازاي، واذا كانت نظيفه وغسلاها كويس جدا، وعارفه حاجتك ازاي. هنا هو انا كده بقى فتحت البرطمان التاني اللي هو بس كان سخن جدا. هنسيبها انتوا بقى كده شويه تبرد. كل ما تسيبوها ما تبرد كل ما تسيبوها تتقل. هنجيب دلوقتي المعلقه بتاعتها وهنشوف القوام بتاعها عامل ازاي. هتلاقي القوام بتاعها تقيل جدا وحلو. والله يا بنات بجد صلصه اكنكم بجد جايبينها من المصنع بالظبط. حلوه جدا وخفيفه وجميله جدا جدا جدا. وحاولوا وانتوا بتعملوها تسيبوها تبرد شويه قبل ما تفتحي البرطمان علشان خاطر تلاقيها متماسكه معاكي. ومن الفيديو دوت للفيديو الجاي انا هسيبكم في رعايه الله. وما تنسونيش بقى باللايك بتاعكم. اللي مش مشترك عندي يشترك في القناه، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. ومن الفيديو ده للفيديو الجاي هسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.